السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله زي ما وعدتكم هنفتح على السردين اللي خليناه من اسبوع. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا السردين طبعا انا زي ما قلت لكم خلال الاسبوع كنت بقلبه، يعني مره على الناحيه دي والمره التانية اروح قلبان الناحيه التانية. طول الاسبوع كده كنت عماله بقلب فيه علشان يستوي من كل الجوانب ويكون السوا واحد. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا مطلع ومنزل ميه كتيره جدا، بس احنا عشان حاطينه في كذا كيس فطبعا الحمد لله ما فيش حاجه سربت مننا يعني. تعالوا بقى نبدأ ان احنا نفتحه كده معاكم ونشوف بقى السردين بتاعنا هيطلع شكله ايه بعد اسبوع بالظبط. انا طبعا خللته كان يوم اربع، ويوم الاربع اللي بعديه بالظبط يعني فتحت عليه زي ما انتم شايفين كده. وصورت لكم وقلت هوريكم ان شاء الله شكله ايه وطعمه كمان واستوى ولا لا، وتعرفي ازاي ان هو استوى او ما استواش معاكي. اهو بصوا ما شاء الله كمية مية محترمة، طبعا نزلت من بسبب الملح الكتير اللي كان فيه. هنفتح اهو الاكياس كلها وهنقول مع بعض كده بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آه فتحنا اهو على السردين. تعالوا بقى نشوف كده. بسم الله. بصوا السردين بتاعي ما شاء الله يعني اللهم بارك. حاجة روعة. عايزة اقول لكم مفيش ريحة زفارة خالص زي ما انا قلت لكم في الفيديو الاولاني. ورق الغار او ورق اللورة مش هيخلي فيه ريحة زفارة خالص للسردين بتاعك. بص السردينية ما شاء الله من جوه، طبعا اللي جوه ده كله الحمار ده كله ده من الملح الخلطة اللي احنا عملناها في الاول يعني. وطبعا السردينية طرية جدا ما شاء الله. تعالوا بقى بس نغسلها كده تحت المية ونشيل منها الملح ونشيل منها الحاجات دي كلها، وهوريكي ازاي تعرفي ان هي استوت او ما استوتش. وده شكل السردين بعد ما غسلناه وشلنا منه الملح خالص. بصي بقى عشان تعرفي هو استوى ولا لا، حاولي بقى ان انت تفتحي كده بصباعك كده بس ونزليه كده على السله اللي في النص. هتلاحظي ان هي ما شاء الله بتنزل معاكي بسهوله جدا. ما دام نزلت معاكي كده بسهوله والسفه اللي موجود في السردينه طلع معاكي بسهوله برضو كده، خلاص السردين بتاعك استوى تمام التمام، مفيش اي حاجه فيه نيه ولا اي حاجه ما شاء الله. بصي اللحم بيطلع منه بكل سهوله ازاي، طري جدا ما شاء الله. عايزه اقول لك الطعم تحفه، واللون الوردي بتاعه ده حاجه كده وهم فعلا فعلا زي الزبده بالظبط. يعني احنا عملنا الكيلو ده، انا كنت جايبه الكيلو ب70 جنيه. طبعا شويه الملح مش هياخدوا مننا فلوس كتيره ولا حاجه يعني. خليليه. الكيلو من السردين ده بيتباع بره دلوقتي ب190 جنيه، يعني انت وفرتي على نفسك فلوس كتيرة جدا. تعالي بقى نفصص كل الكمية اللي عندي. فصصتها وغسلتها كويس جدا وشلت منها السلة اللي في النص كده ورصصتها كده. تعالي اوريكي بقى ازاي تحافظي عليه في الفريزر، ووقت ما تحبي ان انت تاكلي منه طلعيه وسيبيه نص ساعة بره كده يفك، وبعد كده ابدأي كلي بألف هنا. بعد كده هنجيب اي علبة فاضية عندنا او علبة من علب التلاجة، نبدأ ان احنا نرص فيها كده قطعتين قطعتين من السردين، وبعد كده نرش عليهم زيت، يعني حتتين حتتين ونرش الزيت. الزيت يعتبر هو المادة الحافظة للسردين بتاعي لحد طبعا ما العلبة بتاعتي تكتفي، ونحط بقى الباقي في علبة تانية. طبعا بصوا انا ما شاء الله مليت اهو العلبة دي، وفاضل معايا كمان اهو كام قطعة هحطهم في علبة تانية. وهنرش برضو الزيت كده على الوش كويس، وبعد كده عندنا بقى ليمون برضو نعصر كده فص ليمون على وش السردين بتاعي. طبعا السردين ده هناكله دلوقتي، لو انت هتشيليه في الفريزر ما تحطيش الليمون عليه، لما يطلع حطي عليه الليمون وابدأي ان انت كلي بألف هنا. بدأنا ان احنا نحط عليه اهو ما شاء الله الليمون وشوية كده من شرايح الليمون. طبعا احنا كده كأننا بنجهز اوردر. على فكرة دي فكرة مشروع حلو جدا، يعني مشروع ان انت تعملي مشروع تبيعي فيه الحاجات دي حلوة جدا ومش مكلفة خالص ومربح جدا. يعني دي فكرة برضو من افكار المشاريع لو حد عاوز يبدأ مشروع جديد ويعمل كده حاجة لنفسه يعني. دي فكرة حلوة وممكن ان احنا ننفذها بالطريقة دي، سهلة جدا ومربحة في النهاية. ودي كانت وصفتنا اللي عملناها معاكم وشفناها وشفنا النتيجة بتاعتها. يا رب جربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.